وبركاته. هل الصوت عندي واضح؟ نعم واضح، الله يحفظك. كيف حالك؟ عساك طيب؟ الحمد لله. كيف حالكم جميعا؟ الله يحفظكم. شيخنا الشيخ حسن حفظكم الله وبارك الله فيكم. معنا اليوم ضيف عزيز وافق بعد الحاح جزاه الله خيرا، لأن عندهم دوامات والوقت متأخر، لكن وافق أن يكون معنا أول المجلس ونسمع منه إن شاء الله قصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس بصوته الشجي في أول المجلس إن شاء الله. مرحبا. وأنتم الله خيرا. آمين آمين. وأنتم شيخنا الشيخ حسن ذكرتم أنكم قرأتم هذه القصيدة على الشيخ تقي الدين الهلالي. نعم. بارك الله فيكم. إذا وعلى غيره من مشايخنا. إيه ما شاء الله ما شاء الله. طيب نفتتح المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مساء هذا اليوم الأحد الموافق للثالث من شهر ربيع الأول لعام 1448 نرحب بكم أيها الإخوة الكرام مع شيخنا الشيخ حسن بن مصطفى العقاد لختم ألفية العراقي في السيرة، وقد أخذنا منها في الأمس 505 أبيات، واليوم نختمها إن شاء الله. لكن في بداية هذا المجلس نرحب بأخينا الدكتور علي بن عماش الألمعي حفظه الله تعالى، وهو أستاذ اللغة العربية ودكتوراه في العقيدة بارك الله له، وسينشدنا قصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس. ونستفتح المجلس بحديث الرحمة المشهور، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأسانيدكم مشايخنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو قال يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم شيخنا حفظكم الله تعالى إلى هذه القصيدة في رثاء الأندلس التي مطلعها لكل شيء إذا ما تم نقصان لأبي البقاء الرندي، وقد ذكرها صاحب نفح الطيب المقري التلمساني في تاريخه، وذكرها في كتاب أزهار الرياض في سيرة القاضي عياض أيضا، ومنها نقلها المحقق في النسخة التي أرسلتها لكم يا إخوة، وأرسلتها لكم شيخنا، وأيضا هي في العرض. فنسمع من أخينا الدكتور علي حفظه الله تعالى هذه القصيدة بصوته الندي، نسأل الله أن يبارك له. تفضل دكتور علي، تفتح اللاقط. نعم، حياكم الله. أولا أتشرف وأسعد أن أكون معكم في هذا المجلس المبارك، وأشكر الله أولا ثم أشكر القائمين عليه على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله أن يكون لقاؤنا الخفيف وهذا لقاء مودة ومحبة في الله عز وجل. آمين آمين. نبدأ إن شاء الله. نعم شكر الله لك أولا تلبية الدعوة يا دكتور علي، ونعرف أن الوقت متأخر لكن شكر الله لك، وإن شاء الله هذا أول اللقاءات وليس آخرها. الله يبارك فيكم جميعا. طيب تفضل حفظك الله. طيب، قصيدة رثاء الأندلس نظمها الإمام أبو البقاء وأبو الطيب صالح بن يزيد بن صالح بن شريف الرندي الأندلسي. يقول: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرى بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاءتها دول، من سره زمن سأته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان، وينتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يازن والغمد غمدان، أين الملوك ذو التيجان باليمن وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إيرم وأين ما ساسه في الفرس ساسان، وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان، أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، وصار ما كان من ملك ومن مالك كما حكى عن خيال الطيف واسنان،
دار الزمان على دار وقاتله، وأما كسرى فما آوه إيوان. كأنما الصعب لم يسهل له سبب يوما، ولا مالك الدنيا سليمان. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. لما حل بالإسلام سلوان. دهى الجزيرات أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. أصابها العين في الإسلام فامتحنت، حتى خلت منه أقطار وبلدان. فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان. وأين قرطوبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان. وأين حمص وما تحويه من نوزه، ونهرها العذب فياض وملآن. قواعد كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان. تبكي الحنيفية البيضاء من آسف، كما بكى لفراق الإلف هيمان. على ديار من الإسلام خالية، قد اغفرت ولها بالكفر عمران. حيث المساجد قد صارت كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سينة فالدهر يقضان. وماشيا مارحا يلهيه موطينه، أبعد حمص تغر المرء أوطان. تلك المصيبات أنست ما تقدمها، وما لها ما طوى للدهر نسيان. يا أيها المالك البيضاء راياته، أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا. يا راكبين عتاق الخيل ضامرة، كأنها في مجال السبت عقبان. وحاملين سيوف الهند مرهافة، كأنها في ظلام النقع نيران. وراتعين وراء البحر في داعة، لهم بأوطانهم عز وسلطان. أعندكم نابأ من أهل أندلس، فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بنا المستضعفون، وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان. مدى التقاطع في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان. ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان. يا من لذلات قوم بعد عزهم، أحال حالاهم كفر وطغيان. بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. فلو تراهم حيار لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان. ولو رأيت بكاهم عند بيعهم، تهالك الأمر واستهوتك أحزان. يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس إذ طالعت، كأنما هي ياقوت ومرجان. يقودها العلج للمكره مكراهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كامد، إن كان في القلب إسلام وإيمان.
إن كان في القلب إسلام وإيمان. ما شاء الله، بيض الله وجهك، اللهم بارك، جزاك الله عنا خيرا. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وأكرر أيضا شكري للقائمين على هذا المجلس على حسن الاستضافة والدعوة الكريمة. بارك الله بكم. حفظك الله يا دكتور علي، وشكر الله لك تلبية هذه الدعوة وحضورك هذا اللقاء. وكما قلنا إن شاء الله أنه ليس آخر اللقاءات، ونلتقي معكم إن شاء الله في لقاءات أخرى ولا نؤخرك. إن شئت أن تبقى معنا فمجلسنا مستمر، وإن أردت أن تنصرف فعذرك معك، الله يحفظك. والله أتمنى البقاء، لكني ربما متأخر على بعض الأمور. طيب، كما تعلم معذور. كما تحدثنا عنها سابقا. معذور حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. طبعا سمعتم القصيدة كاملة شيخنا الشيخ حسن؟ نعم، جزاه الله خيرا. أحسن الله إليكم. طيب، حسن الصوت شجي. أي ما شاء الله تبارك الله. الآن أنا سأقرأ لكم، والله يعينكم تصبرون علي يا شيخ حسن والإخوة. حفظكم الله. حتى أنت صوتك طيب. رضي الله عنك. طبعا الشيخ مصطفى يقول: البيت 15: دها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. أصابها العين في الإسلام فامتحنت، حتى خلت منه أقطار وبلدان، فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان. طيب، ننتقل يا أخوة لألفية العراقي لأجل نستدرك الوقت ونختمها إن شاء الله الليل بأسانيدكم شيخنا حفظكم الله تعالى إلى ألفية العراقي. وكنا وقفنا على البيت 506: ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: إذا دخلتم يا شيخ صلاح فافتحوا اليوتيوب وارسلوا للأخوة. قال رحمه الله: خص النبي بوجوب عدة الوتر والسواك والأضحية كذا الضحى لو صح، والمصابرة على العدو وكذا المشاورة، والشافعي عن الوجوب صرفه. نعم، هو ذكر لي أن وطفلة هو التصحيح، وهي في الأصل هكذا، والمحقق ضبطها وطفلة قال لأني لم أتبين معناها، لكن وطفلة يعني الفتاة كالمرأة ونحوها، فقرأها على الأصل لا على تصحيح المحقق خلافا للأصل. قال: كذا الضحى لو صح، والمصابرة على العدو وكذا المشاورة، والشافعي عن الوجوب صرفه، حكاه عنه البيهقي في المعرفة. كذا التهجد ولكن خفف نسخا، وقيل الوتر ذا وضعف. خففوا التعليقات حفظكم الله لتبقى فقط للتصحيح أو الانقطاع. كذا قضاء دين من مات ولم يترك وفاء، قيل بل هذا كرم. كذاك تخير النساء اللاتي معه، وأما في المحرمات مما أبيح لسواه حرم عليه، فهي مد عينيه لما قد متع الناس به من زاهرة دنياهم، كذاك من خائنة الأعين عدده ونزعه لما لبس من لامة حرب حرما، حتى يلاقي العدا فينزع صدقة فمنع ولو تطوع، والشعر والخط وقيل يمنع. ثوم ونحوه وأكل يقع مع اتكاء، والنكاح للأمة مع الكتابية غير المسلمة، كذاك إمساك التي قد كرهت نكاحه، فالخلف في هذا ثبت، وقد أباح ربه الوصال له، وفي ساعة القتال. بمكة كذا بلا إحرام دخولها، وليس بالمنام مضطجعا نقض وضوئه، حصل كذا اصطفاء ما له الله أحل من قبل قسمة، كذاك يقضي لنفسه وولده فيمضي، كذا الشهادة كذاك يقبل من شاهد كذا الشهادة كذاك يقبل من شهدوا له، كذاك يفصل في حكمه بعلمه للعصمة، واختلفوا في غيره للريبة، كذا له أن يحمي الموات لنفسه ويأخذ الأقوات وغيرها من الطعام مهما احتاج، والبذل فأوجب حتما من مالك، وإن يكن محتاجا لكنه لفعل هذا ما جاء، والخلف في النقض بلمس المرأة، والمكث في المسجد مع الجنابة، وجائز النكاح ل9 وفوقها، وعقده بالهبة فلا بالعقد حتم مهره، ولا الدخول بخلاف غيره، كذا بلا ولي أو شهود أو في حال إحرام بخلف قد حكوا، ومن يرم نكاحها لزمها إجابة وحرمت خطبتها، ومن لها زوج فحقا وجب طلاقها كما جرى لزينب.
وفي وجوب قسمه بين الإماء وبين زوجات له خلفن ما زوجاته كل محرماتهن لذي الإيمان أمهات نكاحهن مع عقوقهن مع الوجوب لاحترامهن لا نظر وخلوة بهن ولا بتحريم بناتهن من دخلت عليه أو قد فورقت أو مات عنها أو تكون سبقت وهن أفضل نساء الأمة ضعفن في الأجر وفي العقوبة أفضلهن مطلقا خديجة وبعدها عائشة الصديقة وأنه خاتم الأنبياء خير الخلائق بلا مراء أمته في الناس أفضل الأمم معصومة من الضلال بعصم أصحابه خير القرون في الملا كتابه المحفوظ أن يبدل شرعته قد أبدت ونسخت كل الشرائع التي قبل خالته الأرض مسجد له طهور والرعب شهر نصره يسير سيد أولاد أبينا آدم قد حلل الله له الغنائم أرسل للناس جميعا أعطي مقامه المحمود حتى رضي وخص بالشفاعة العظمى التي يحجم عنها كل من لها أتي أول من تنشق عنه الأرض ولا ينام قلبه بالغمض أول من يقوم للشفاعة أول من يقارع باب الجنة أكثر الأنبياء حقا تبعا يرى وراءه قدام مع آتاه ربه جوامع الكلم قرينه أسلام فهو قد سلم صفوفه والأمة المباركة كصف عند ربها الملائكة ولا يحل الرفع فوق صوته ولا ينادى باسمه بل نعته خطب في الصلاة بالسلام عليك دون سائر الأنام ومن دعاه بالصلاة وجبت إجابة له وفرضه ثبت وبوله ودمه إذ أوتي تبركا من شارب ما نهي يقبل ما يهدى له فحل دون الولاة فهو لا يحل فاتته ركعتان بعد الظهر صلاهما ودام بعد العصر وما لنا دوام ذا بل يمتنع وما سوى سببه فمنقطع ونسب يوم القيامة ومن رآه نوما فهو قد رآه لن يكون للشيطان من تمثلي بصورة النبي أو تخيلي وكذب عليه ليس ككذب على سواه فهو أكبر الكذب ذكر حجه وعمره صلى الله عليه وسلم قد حج بعد هجرة لطيبة سنة 10 قط بغير مرية واعتمر النبي بعد الهجرة 4 والكل في ذي القعدة إلا التي في حجة الوداع قرنها لم تخلو من نزاع أولها سنة 6 صد فيها عن البيت فحل قصدا كانت بها بيعته المرضية ثم تليها عمرة القضية سنة 7 بعدها الجعران عام 8 وعددا قرانه ولم يعد مالك ذي 4 وقال حج مفردا وتابع بعضهم وحج قبل الهجرة 2 أو أكثر أو فمرة ولم يصح عدد الحجات من قبل هجرة ولا العمرات ذكر عدد مغازيه صلى الله عليه وسلم 27 عددا الغزو أولها والدان وهي الأبوى ثم بواط بعد فالعشيرة فبدر الأولى فبدر الكبرى فقينقاع فالسويق غطفان وهي فذو أمر فغزو بحران فأحد بعد فحمراء الأسد ثم بنو النضير ثم في العدد ذات الرقاع ثم بدر الموعد فدومة فالخندق اذكر وعد ذي قريضة لحيان ثم ذو قرد ثم المريسع على القول الأسد ثم تليها عمرة الحديبية فخيبر فعمرة القضية ففتح مكة حنين وتلا غزاة طائف تبوك قاتلا منها ب9 أحد والخندق بدر وبني قريضة المصطلق خيبر والفتح حنين طائف وقد حكوا عن قول بعض السلف بأنه قاتل في النظير وغابة وادي القرى المشهور ذكر بعوثه وسراياه صلى الله عليه وسلم عدتها من بعث أو سرية 60 فالأول بعث حمزة لنحو سيف البحر من ناحية العيس لم يقتتلوا بالجملة فبعثه عبيدة ابن الحارث لرابغ أو قبل ذا أو ثالث بأنه شيع كل منهما معا لذا أشكل ذا وأبهما وكان رمي بينهم لم يعدوا أول من رمى بسهم سعد فبعثه سعدا إلى الخرار للعير فاتت رجعوا للدار بعث ابن جحش بعده أو أول لنخلة فغانموا وقتلوا في سلخ شهر رجب إنسانا وأنزل الله به قرآنا أي يسألونك أزالت كربا وبأمير المؤمنين لقبا فبعثه عميرا الخطمية لقتل عصم هجت النبي فبعث سالم إلى أبي عفك قتله آذى النبي وآفك فبعثه محمد بن مسلمة في رفقة لقتل كعب الملأمة جاءوا برأسه فإذ رموه قالوا لهم أفلحت الوجوه
فبعثه زيدا إلى القردة ماء بنجد بقريب غمرة، فحصلوا 100,000 مغنما وأسروا فرات ثم أسلم. فبعده بعث ابن عبد الأسد لقطن لولدي خويلد طليحة مع أخيه سلمة، قد جمع حرب نبي المرحمة، فلم يصل حتى تفرق الملا وغنموا شاء لهم وإبلا. يليه بعث ابن أنيس العامدي لقتل سفيان هو ابن خالد ابن نبيح، كان صوب عرانه يجمع للنبي فلما أمكنه احتز رأسه، فلما أحضره ادعى له وخصه بمخصرة. فبعثه منذر والقرى إلى بئر معونة فطابوا نزلا، فاستشهد 70 إلى كعبة. هو ابن زيد كان رتئا صعبا، ووجد النبي حزنا حتى قنت شهرا في الصلاة بحتا، يدعو على القاتل حتى أنزل ليس لك الآية ربنا على، وبعثه إلى الرجيع مرثدا أو عاصم بن ثابت. وأسند هذا البخاري وفيه خانة ب7 منهم بنو لحيان، وأسروا زيدا خبيبا بيعا، وقتلوا ابن طارق صريعا. ثم الذي ابتاع خبيبا قتل كذا بزيد مشتريه فعل، وقصدت هذيل رأس عاصم حمته دبر ثم سيل عاصم، وقصدت هذيل رأس عاصم حمته دبر ثم سيل عاصم. فبعثه محمد بن مسلمة للقراطاء أصاب منهم مغنم شاء لهم ونعما، أصابوا بعضهم وبعضهم هراب، لم يعرضوا للضعن أمر رامه أميرهم وأسروا ثمامه. فبعثه عكاشة بن محصن لغمر مرزوق مويه لبني أسد على يومين أي من فيدي، فهربوا وما لقوا من كيدي. وبعثه أيضا إلى ذي القصة محمدا إلى بني ثعلبة في 10 فأحدق الأعراب بهم، وكانوا 100 أصابوا كلهم قتلا سوى ابن مسلمة جرح جرحا سالما ما أسلمه. فبعثه لهم أبا عبيدة لم يجد القوم وحادوا حيدة، لكن أصابوا رجلا فأسلم وغنموا شاء لهم ونعم. فبعث زيد لبني سليمي وهم ببطن نخل بالجموم، وقد أصابوا نعما وشاء، وأسروا ما الله منهم شاء. فبعثه للعيس حتى أخذوا عراق قريش كلها ونفذوا، وفضة كثيرة وأسرى ممن مع العير أتوا والصهر صهر النبي زوج زينب استجار بها أجارته وأهل أن يجار. فبعثه رابعة إلى الطرف ما إن قريب من مراض فانصرف إلى بني ثعلبة أصابوا أنعامهم وهرب الأعراب. فبعثه خامسة لحسمة إلى جذام فأتاهم هجما. سبحان على القوم أصابوا العارضة وأبه هنيدا المعارضة لقومه لدحية الكلبي، فقطعوا طريقه بالقي، وكان زيد معه 500، فأخذوا الأنعام والسبي 100 النساء والصبيان. فجاء زيد من جذام كان معه كتاب المصطفى إذ أسلم له وللقوم، فسال المغنم أموالهم مع حريمهم فرد كلا إليهم وافيا بما عهد. فبعثه أيضا له مؤمرا 6 لوجهه وادي القرى، به أصيب المسلمون قتلى وارتث زيد من خليط القتلى. بعث ابن عوف بعده لكلبي بدومة الجندل، فاز الكلب أميرهم أصبغوا بالإسلام ومعه ناس من الأقوام. وأمر النبي أن يصاهر نكح ذاك ابنة ذات ماضرة. فبعثه لفدك عليا إلى بني سعد بن بكر أحيا الليل سيرا وكما النهار، حتى أتاهم غفلة أغارا. فهربوا إذ جاءهم بالضعن واستاق أنعامهم غيروني. فبعثه زيدا لأم قرفة 7 فقتلت بعسفة. وصح في مسلم الطريق بأنما أميرها الصديق. فبعثه لابن عتيك معه قوم من الخزرج كي تمنعه لخيبر لابن أبي الحقيق لقتله أعين بالتوفيق. واختلفوا فقيل ذا في 6 أو 3 أو 4 أو 5. فبعده بعث 30 رجل أمير ذاك ابن رواحة البطل لخيبر، فقتلوا أسير ابن رزام لا أصاب خير ومحرش من سوحة كان معه. فشج عبد الله لما صرع فبصق النبي في شجته فلم تكن تؤذيه حتى موته. فبعثه كرز بن جابر إلى العرانيين الذين مثل بهم رسول الله في القتل كما
قد فعلوا هم في الرعاة مثل ما وما رواه ابن جرير كون جرير المرسال فردد وهنا. فبعث عمرو بن أمية إلى قتل أبي سفيان فيما فعل من كونه جهز أعرابيا بخنجر ليقتل النبي فلم يطق فأسلم الأعرابي وراح عمرو ومعه صحابي جبار أو سلامة بن أسلم وقدر الله له أن يسلم فلم يطيق قتله وقتل عمرو 3 وأسرا رجلا. بعث أبان بن سعيد النجد من بعد فتح خيبر قد عد ثم إلى ترابة بعث عمر نحو هوازن أتاهم الخبر فهربوا لم يلق منهم أحد وعاد راجعا لنحو أحمد بعث أبي بكر إلى كلاب يعقوبه ومر في كتابه بأن بعثه إلى فزارة في مسلم قد صح مع زيادة فبعثه بشيرا الأنصاري لفدك فساق في انحدار شاء لهم ونعما فأدركوا أصحابه فقتلوا وسفكوا وأخذوا أموالهم وسلم من بعد ما ارتث بشير قدما فبعثه الليثي غالبا إلى ميفعة من أرض نجد قتلا قوما وساق نعما وشاء لهم ولم يستأسرا من جاء قيل بها أسامة بن زيد قتل من نطق بالتوحيد قاله له النبي هل قلبه شققت عنه هل تحس كذبه. وفي البخاري بعثه أسامة للحراقات ساق ذا تمامه. وسيجيء ذكر ذي الواقعة من بعد ذكر لبعوث 10 فبعثه بشيرا الأنصار ثانية ليمنى والجبار لغطفان هربوا وقد هجم أرضهم فلم يجد إلا النعم فساق هذا رجلين أسرا فأسلما وأرسل إذ أحضر يليه بعث ابن أبي العوجاء وهو بعيد عمرة القضاء إلى سليم جاءهم عين لهم فجاءهم وقد أعدوا نبلهم ثم تراموا ساعة فقتل أصحابه وهو فقد تحامل من بعد جرحه إلى أن قدم على النبي سالما مسلما فبعث غالب إلى الكديد إلى بني الملوح الرقود شنع عليهم غارة فاستاقى نعمهم وأدركوا لحاقا به فجاء الله بالسيل فما قدرهم أن يستردوا النعم فبعثه 3 إلى فدك أجل مصاب من بها قبلها لك مع بشير فأصابوا النعم وقتلوا في الله قتلى لؤما. بعث شجاع بعده إلى بني عامر بالسيء إلى هوازن يسير ليلا يكمن النهار فسار حتى صبح الديار أصاب منهم نعما وشاء وخمسوا وقسموا ما جاء. فبعث كعب بن عمير من غفار لذات أطلع فحلوا بالديار فوجدوا الجمع كثيرا قاتلوا من أعظم القتال حتى قتلوا إلا الأمير بن عمير كعبات نجا جريحا كان رزءا صعبا. فبعث عمرو وهو ابن العاص إلى قضاعة بمرمى قاصي ذات السلاسل وكان من معه عد 300 مجتمعة وبلغ ابن العاص كثر الجمع أرسل يستمد قدر الوسع أرسل له أبا عبيدة ورد في 200 منهما شيخ الرشد العمران بيلحقان عمرا فلحقوه ثم ساروا طرا حتى لقوا جمعا من الكفار فهرب الكفار للأدبار. الصوت عندكم واضح شيخنا الشيخ حسن؟ واضح نعم واضح. حسن الله عليكم. قال فبعثه أيضا أبا عبيدة في عدة وهم 300 وهو الذي تعريفه جيش الخبط يلقون عيرا لقريش ففرط وكان زادهم جراب تمر فأكلوا الخبط فقد التمر وفيه ألقى البحر حوتا ميتا يدعونه العنبر حتى ثبت شهرا عليه الجيش حتى سمنوا من أكله وحملوا وادهنوا وفيه قيس بن سعد النحر جزائرا للجيش حتى تامر عمر مع أميرهم فمنع وجاء السعد فاشتكى من منع. بعث أبي قتادة الأنصاري بعد إلى خضارة للمغاري على محارب بنجد سار ليلا بهم وكمن النهار فقتلوا من جاء واستاقوا النعم وأخرج الخمس الأمير وقسم فبعثه أيضا إلى بطن إيضم حين أراد غزو مكة وهم وكان في البعث محلم قتل عامر أشجع وبئس ما فعل حياهم تحية الإسلام قتله فباء بالآثم ونزلت ولا تقول الآية ثم لقوا النبي عند السقيا ولابن إسحاق بأن ذي القصة لابن أبي حدرد وهو عروة بعثه مع رجلين نحو رفاعة جاء يريد غزوة للمسلمين مع بطن من جشم قتله عروة واستاق النعم فبعثه أسامة بن زيد للحرقات وهو ذو ترديد
هل كان في السبع كما قد مر أو في الثمان كان وهو أحرى وفيه قاتله لمن قد ذكر كلمة التوحيد حتى أنكر، فبعث خالد لهدم العزى فحزها باثنين حزا، فبعث عمرو ثانيا فهدم سواع والسادين عاد مسلما، فبعث سعد وهو ابن زيد هدم مناتهم على قديد، فبعث خالد إلى جذيمة ثانية يدعو لخير ملتي ليس مقاتلا وكانوا أسلموا قالوا صبأنا، وهو لفظ مفهم أمرهم خالد أن يقتل كل أسيره، فبعض قتل وبعضهم أمسك كابن عمر وصحبه لم يقتلوا من أسر، قال النبي إذ أتاه الوارد أبرأ مما قد أتاه خالد، ودالهم قتلاهم النبي ذهب بها إليهم علي، فبعثه طفيلا الدوسي لذي الكفين صنما فهيا نارا لها ومنشدا في ذلك يا ذا الكفين، لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك، فبعث قيس وهو ابن سعد إلى صداء أمروا بالرد، فبعث قيس وهو ابن سعد إلى صداء أمروا بالرد، لما أتوا أخو صداء التزم بقومه أتى بجمع أسلم، فبعثه ضحاكا الكلابي لقومه وهم بنو كلاب، فبعثه عيينة الفزاري إلى تميم أجل أخذ الثاري، إذ منعوا مصدق الرسول من أخذ ما أمر بالفضول، يسير ليلا يكمن النهار صبحهم فهربوا فرارا أسر منهم فوق 50 قدم على النبي بهم كما علم، فجاء 10 للنبي منهم من رؤساء قومهم فقدموا عطارد الخطب ثم كلم رد لهم أسراهم والمغنم، ونزلت إن الذين المنزلوا في الحجرات فيهم ليعقلوا، فبعث قطبة هو ابن عامر لخثعم ببيشة في صفر سنة 9 أن يشن الغار، ففعلوا وواقعوهم غرة، فكثر القتلى وساقوا النعم مع نسائهم، فكان مغنما فابن مجزز والاسم علقمة وابن حذافة ببعث يممة للحبش في جزيرة في البحر، فهربوا وفيه بدء أمر ابن حذافة لمن كان معه أن يقعوا في النار، ثم منع وقال كنت مازحا، فأخبر بذلك النبي قال منكرا لا تسمعوا ولا تطيعوهم في معصية بل ذاك في المعروف، بعثوا علي بعده ليهدم الفلس بالفاء، وكان صنما لطيء فشن غارة على حلة آل حاتم حتى ملا أيديهم سبيا وشاء ونعم، وخرب الفلس جميعا وغانم أدرعه 3 ومخدما مع اليمان ورسوا بمغنما، وقسم السبي وآل حاتم عزلهم لصاحب المراحم، قامت له سفانة فاستأمنت محمدا، فحين من أسلمت سافرت الشام إلى عدي بشورها جاء إلى النبي، وذكر ابن سعد أن المرسل في البعث خالد كما قد نقل، فبعثه عكاشة بن محصن ثانية إلى الجباب موطن لغطفان أو بلي وعذرتي أو بين كلب وبني فزارتي، فبعثه إلى أكيدر دومتي ابن الوليد خالدا في فئتي، وقال يا خالد سوف تجده، وهو يريد بقرا يصيده، فأرسلت بقر وحش حكتي قرونها حائطه في ليلتي، نشطه ذاك يصيد البقرة شدت عليه خيله فاستأسر أجاره خالد، ثم صالح على رقيق ودروع صالحة مع رماح وجمال ورحل معه إلى النبي بعدما فصل، فبعثه أيضا إلى عبد المدان أو لبني الحارث نحو نجران، أتاهم فأسلموا وأقبلوا معه إلى النبي حتى وصلوا، بعثوا علي بعده إلى اليمن وهي بلاد مدحج ففرقا أصحابه جاءوه بالنساء وولدهم ونعم وشاء، ثم دعاهم لم يجيبوا فقتل منهم رجالا نحو 20 رجل فانهزموا فكف، ثم إذ دعا ثانية أجاب بعض مسرع فأسلموا وجمع الغنائم خمسها لله، ثم قسم بعث بني عبس وكانوا وفدوا له إلى عير قريش فهدوا، آخر من بعثه أسامة لأهل أبنى لم يرم مقامه حتى قضى النبي قبل سفره، رد أسامة بجمع عسكره، بعثه الصديق حتى أرهق قاتل زيد وسبا وحرقا، واختلفوا في عدها فالأكثر عن قدر ما عددت منها قصروا، ولابن نصر عالم جليل بل فوق 70 وفي الإكليل أن البعوث عدها فوق 100 ولم أجد ذا لسواه ابتدأ. ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم. كتابه 42 زيد بن ثابت وكان حين كاتبه، وبعده معاوية بن أبي سفيان كان واعية، كذا أبو بكر كذا علي عمر عثمان كذا أبي وابن سعيد خالد حنظلة
كذا شرحبيل أمه حسنة وعامر وثابت بن قيس كذا ابن أرقم بغير لبس. واقتصر المزي مع عبد الغني منهم على ذا العدد المبين وزدت من مفترقات السير جمعا كثيرا فاضبطنه واحصري طلحة والزبير وابن الحضرمي وابن رواحة وجهما فاضممي وابن الوليد خالدا وحاطبا هو ابن عمرو وكذا حويطبا حذيفة بريدة أبانا ابن سعيد وأبا سفيان كذا ابنه يزيد بعض مسلمة الفتح مع محمد بن مسلمة عمرو وهو ابن العاص مع مغيرة كذا السجل مع أبي سلمة كذا أبو أيوب الأنصاري كذا معيقيب هو الدوسي وابن أبي الأرقم أرقم عددي فيهم كذاك ابن سلول المهتدي كذا ابن زيد واسمه عبد الله والجد عبد ربه بلا اشتباه جهيما العلاء ابن عقبة كذا حسين بن نمير أثبتي وذكروا ثلاثة قد كتبوا وارتد كل منهم وانقلبوا ابن أبي سرح مع ابن خطل وآخر أبهم لم يسمل ولم يعد منهم إلى الدينيس وابن أبي سرح وباقيهم غوا. ذكر رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. أول من أرسله النبي لملك عمرو هو الضمري إلى النجاشي فلما قدم نزل عن فراشه فأسلم وأركب المهاجرين البحر إليه في سفينتين طرا زوجه رملة عمرو قبله له ومهرها النجاشي بذله ودحية أرسله لقيصر وهو هرقل فعصى واستكبر وابن حذافة مضى لكسرى فمزق الكتاب باغيا النكر وحاطبا أرسل للمقوقس فقال خيرا ودنا لم يؤس أهدى له مارية القبطية وأختها سيرين مع هدية من ذهب وقدح ومن عسل وطرف من مصر من بنها العسل وأرسل ابن العاص حتى أدى. هل لا زالت بنها هذه ديرة عسل إلى الآن؟ وأرسل ابن العاص حتى أدى كتاب كلها عسل يا شيخ نبيل. أجود العسل من بنها. طيب ما شاء الله. الله يحفظكم. وأرسل ابن العاص حتى أدى كتابه إلى ابني الجلندة فأسلم وصدق وخليا ما بين عمرو والزكاة هدي وأرسل السليط لليمامة لهودة ملك بني حنيفة فأكرم الرسول إذ أنزله وقال ما أحسن ما تدعو له وسال أن يجعل بعض الأمر له فلم يعطى قضاء في الكفر كذا شجاع الأسدي يلقى الحارث الغساني ملك البلقى رمى الكتاب قال إني سائر إليه رده هرقل قيصر وقيل بل أرسله لجبله فقارب الأمر ولكن شغله الملك ثم في زمان عمر أسلم ثم ارتد حتى كفر وابن أبي أمية المهاجر أرسله لحارث بن حميرة عبدك لكلال أبوه فردد انظروا في أمري وبعد وفد على النبي مسلما فاعتنقه وفرش الردى له وومقه وأرسل العلاء أي ابن الحضرمي لمنذر وهو ابن ساوى الدارمي كان مع العلاء أبو هريرة فانقاد منذر لخير ملتي ووفد المنذر عام الفتح أو في عام 9 خلافا قد حكوا كذاك قد أرسل معاذا وأبا موسى إلى مخالف فاقترب وقال يسرا ولا تعسرا وبشرا طوعا ولا تنفرا كذا جريرا نحو ذي الكلاع ونحو ذي عمرو ونعم الداعي دعاهما لملة الإسلام فأسلم لله باستسلام وعمرا الضمري إلى مسيلمة فلم يؤب عن كذبه ولزمه أرسل له كتابه مع سائب ثانية فلم يكن بالتائب وبعده عياشا أيضا أرسل إلى بني عبد كلال قبل كلهم كتابه وأسلم نعيم الحارث مسروح هم وأرسل النبي أيضا إذ كتب لعدة لم يسم من بها ذهب لفروة ابن عمرو الجذامي أفلح إذ أقر بالإسلام ولبني عمرو وهم من حميري كذا لمعدي كرب المشتهري ولأساقف بنجران كتب كذا لمن أسلم من حدس عرب وابن ضماد خالد الأزدي ولابن حزم عمرو الرضي ولأخي تميم أوس كتب وهو لدى أولاده ما ذهب وليزيد بن الطفيل الحارثي ولبني زياد بن الحارثي ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم كان له 3 بنون القاسم الذي به يكنون بمكة قبل النبوة ولد والطيب الطاهر وهو واحد
وهو واحد وهو الصحيح، واسمه عبد الله، وقيل بل هذان فابنان سواه، والثالث إبراهيم بالمدينة عاش بها عاما ونصف سنة، وقيل مع نقصان شهر، وقضى سنة 10 فرط له رضا، ومات قاسم له عامان، وعدة الأولاد من نسوان 4، فاطمة البتول زوجها عليا الرسول، وزينب زوجها أبا العاص بن الربيع وافيا ذا إخلاص بوعده، وزوج 2 تعاقبا عثمان ذا النورين، رقية وأم كلثوم تلي، ونعم ذاك الصهر عثمان الولي، وجملة الأولاد من خديجة، لكن إبراهيم من مارية، وليس في بناته من أعقب إلا البتول طاب أما وأبا. ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. أعمامه حمزة والعباس قد أسلم، وأرغم الخناس، وزبير الحارث جحل، قثم ضرار الغيداق، والمقوم عبد مناف مع عبد الكعبة كذا أبو لهب نرداء كسبة. عماته صفية عاتكة أم حكيم برة أميمة أروى، ولم يسلم سوى صفية، قيل ومع أروى ومع عاتكة. ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم. زوجاته اللاتي بهن قد دخل 2 أو 11 خلف نقل. خديجة الأولى تليها سودة، ثم تلي عائشة الصديقة، وقيل قبل سودة فحفصة، فزينب والدها خزيمة، فبعدها هند أيم سلمة، فابنة جحش زينب المكرمة، فلابنة الحارث أي جويرية، فبعدها ريحانة السبية، وقيل بل ملك يمين فقط لم يتزوجها، وذاك أضبط بنت أبي سفيان، وهي رملة أم حبيبة تلي صفية من بعدها، فبعدها ميمونة حلا، وكانت كاسمها ميمونة، وابن المثنى معمر قد أدخل في جملة اللاتي بهن دخل بنت شريح، واسمها فاطمة، عرفها بأنها الواهبة، ولم أجد من جمع الصحابة ذكرها ولا بأست الغابة، وعلها التي استعادت منهم، وهي ابنة الضحاك بانت عنه، وغير من بنى بها أو وهبت إلى النبي نفسها أو خطبت، ولم يقع تزويجها، فالعدة نحو 30 بخلف أثبتوا. ذكر خدام صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء. فأنس ألزمهم للخدمة أسماء هند ولد حارثة كذا بلال عقبة بن عامر سعد فتى الصديق مع ذي مخمري ربيعة مع ابن مسعود أبو ذر بكير ولي ليث النسب وابن شريك أسلع وأربد كذا ابن مالك والاسم الأسود وابن أخيه الحدرجان جسر له بخدام النبي ذكر وسابق وسالم قد ذكر وقيل سلمى وعد ذي المهاجر قيس بن سعد أيمن ثعلبة كذا نعيم أبوه ربيعة كذا أبو السمح أبو الحمراء أبو عبيد ومن النساء مارية 2 مع رزينة وأمة الله لهذه ابنتي صفية وخولة خضيرة سلمى وأم أيمن بركة وأم عباس كذا ميمونة وفي الموالي ذكرت ذي الخمسة. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم زيد أسامة ابنه ثوبان أنسة وصالح شكران كذا أبو كبشة واسمه سليم أو أوس اسمه به أو أبو نعيم كذا رباح يسار مدعم كذا أبو رافع وهو أسلم وقيل إبراهيم أو فثابت أو هرمز يزيد خلف ثابت ورافع كركيرة فضالة وواقد سفينة فزارة طهمان أو كيسان أو مهران مولاه أو ذكوان أو مروان جد هلال بن يسار يزيد حنين مأبور كذا عبيد أبو عسيب وأبو عبيد مع أبي ضميرة سعيد ومن مواليه أبو مويهبة حزوا به فخرا علي المرتبة وكل من سمي فيها أو كني فلم يزد عليه عبد الغني وزاد بعضهم عليه في العدد 49 كل قد ورد أفلح مع أنجشة وأسلم أيمن بادام وبدر حاتم دوس فقفيز سابق رويفع سعيد 2 عبيد الرافع سندر سالم كريب غيلان كذا عبيد الله سعد سلمان محمد هو ابن عبد الرحمن مكحول نافع نفيع وردان هرمز واقد يسار شمعون ضميرة فضالة وعمرون كذا نبيه ونبيل وهلال كذا أبو رافع آخر يقال أبو البشير وأبو أثيلة أبو لقيط وأبو صفية كذا أبو الحمراء أبو سلام مع أبي هند أي الحجام كذا أبو اليسر أبو لبابة كذا أبو سلمى مع أبي قيلة أما الإماء فذكرنا 5 فيما مضى رضوى كذا أميمة ربيحة رزينة ركانة كذا قيسر أختها مارية ميمونة 2 والبعض جعل تين من الخدام فيما قد نقل.
ذكر أفراسه صلى الله عليه وسلم: سكب لزاز ضرب وسبحة مرتجز ورد نحيف سبعة وليس فيها عنده من خلف والخلف في ملاوح والطرف كذا ضريس وشحا مندوب مرواح بحر أدهم نجيب أبلق مع مرتجل مع يعسوب سرحان ذو العقال سجل يعبوب. ذكر بغاله وحميره صلى الله عليه وسلم. الصوت عندكم واضح شيخنا الشيخ حسن؟ واضح. نعم واضح. أحسن الله إليكم. 120 بيتا إن شاء الله ونختم. ومن كان عنده يا أخوة كلمة أو كلمتين أو بيت أو بيتين يرسلها نقرأها. هذه الأفوات اليسيرة تقرأ البيت ونحوه. قال: ذكر بغاله وحميره صلى الله عليه وسلم. بغاله ترسل هنا في محادثات جوجل. بغاله 5 أو ف6 دلدل مع فضة والأيلية ليست أرقام كتابة. وبغلة أهدى له الأكيدر وجاء من كسرى وفيه نظر وبغلة أهدى له النجاشي وهو بأخلاق النبي الفاشي حماره عفير أو يعفور أو فهما 2 وذا المشهور وكونه كان اسمه زيادة أو فيزيد منكر إسناد وثالث أعطاه سعد يسنده رديفه قيس بن سعد ولده. ذكر لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم. كانت له لقاح الحناء عريس بغوم السمراء بردات والمروة والسعدية حفيدة مهرة واليسيرة رياء والشقراء والصهباء عضباء جدعاؤهما القصواء وغيرهن والجمال الثعلب وجمل أحمر والمكتسب غنيمة في يوم بدر من أبي جهل فأهداه إلى البيت النبي في أنفه بورة أي من فضة غاض به كفار أهل مكة. ذكر منائحه وديكه صلى الله عليه وسلم. كانت له منائح بركة زمزم سقيا عجرة وورشة أطلال أطراف قمر مع يمني غوثة أو غيثة بل في السنن. كانت له 100 شاة غنما ولا يريد أن تزيد كلما ولد منها بهمة راعيها ذبح شاة لا يزيد فيها. وكان أيضا عنده دي كله أبيض فالمحب قد نقله. ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم. كان له من الرماح 5 من قينقاع جاءه 3 ورابع له يسمى المثوي والخامس المثني بذاك سمي أقواسه 5 الروحاء وقوس شوحة هي البيضاء وقوس نبع وهي الصفراء كذلك الكتوم والزوراء. كان له الأفوات التي ستقرأ اليسيرة البيت والبيتين بالكثير. الأفوات الطويلة إن تيسر وإلا فلا ملام. كان له ترس به تمثال كرهه فذهب التمثال كذا الزلوك للسلاح يزلق. وترسه الثالث فهو الفتق أسيافه الحتف وذو الفقار مأثور العضب مع البتار. كذاك مخدم كذا رسوب والقلعي لم يسمى والقضيب. وقيل ذا قضيبه الممشوق كان بأيدي الخلفاء يشوق. أدرعه 7 السغدية ذات الفضول وكذاك السغدية ذات الفضول وكذاك فضة ذات الحواشي ما لها كفاء ذات الوشاح الخرنيق البتراء. كانت له منطقة أديم فضة الحلق والابزيم. رايته العقاب كالنمراء مع راية صفراء مع سوداء. كانت له ألوية بيض كذا أسود مع أغبر منها اتخذ حرابه البيضاء ثم النبعة وحربة صغيرة وعنزة مغفره السبوغ والموشح فسطاطه الكن كما قد صرحوا محجانه قدر ذراع يستلم في حجه الركن به كما علم. كانت له هراوة بالنقل كذا عسيب من جريد النخل. كانت له مخصرة يختصر بها اسمها العرجون فيما ذكروا. كان له خفان ساذجان أهداهما أصحمة الرباني كذا له 4 منها أخر أصابها من سهمه من خيبر. له 3 من جباب تلبس في الحرب إحداهن منها سندس أخضر ثم جبة طيالسة تغسل للمرضى وكانت ملبسة. ونبله سمي بالمؤتصلة ومنهما سمي بالمتصلة. ذكر أقداحه وأنيته وركوته وربعته وسريره صلى الله عليه وسلم. أقداحه الريان والمغيث وآخر مضبب يغيث به إذا ما مسهم من حاج وقدح آخر من زجاج وقدح تحت السرير عيدان يقضي به حاجته في الأحيان. مركانه من شبه وتوره وحجارة من ناله يميره. ركوته كانت تسمى الصادرة. قصعته الغراء ليست قاصرة. كان له صاع لأجل الفطرة وقعبه كان اسمه بالسعة. كانت له 4 مربعة كجؤنة يجعل فيها أمتعة سواكه ومشطه والمكحلة كذلك المرآة والمقراض له. كان له سرير نهداه له
السعد وهو ساج استعمله موشح بالليف ثم وضع عليه لما مات ثم رفع عليه أيضا بعده الصديق كذاك أيضا عمر الفاروق. ذكر الوفود. أول وفد وفد المدينة سنة 5 وافدوا مزينة وهكذا سعد بن بكر في رجب وعام 7 جذام وعقب الأشعريون ودوس القوم وفي 8 ألفت سليم ثعلبة ثمالة والحدان فيها وفي 9 وفد همدان كذا بنو الداري وفيه وفي صفر عذرة بعدها بلي وحمير وبعد في 10 وفد خولان وكندة وغامد وغسان وفد الرهاويين وفد نجران وقد وفد صدا والأزد مع سلامان بعجيلة وحضر موت النخع والحارث بن كعب أيضا أجمع وفيهما مرة عبس نسد وفد تميم فيهم عطارد باهلة وجعدة فزارة عقيل عبد أشجع كنانة لقيط بكر وابن عمار كدد متى رجوعا وكلاب ووفد وفد ثقيف مع عبد القيس رؤاس عامر وهلال عنسي قشير تغلب وبعض مسلم أما النصارى منهم فالتزموا أن يمنعوا أولادهم من صبغة في دينهم وفد بني حنيفة ومن وفود اليمن اليماني وفد تجيب طيء جيشان كلب خشين ومراد والصدف وخثعم سعد العشيرة ردف أزدو عمان وزبيد أسلم وبارك وابن حميد سالم سعد هذيم جرم بهرة مهرة ووفد جعفي كذا جهينة سنة 11 جاء النخع في 200 بعد من قبل نجع وفد السباع والذئاب ذكر في غابة وغيرها واستنكر ذكر أمرائه صلى الله عليه وسلم أمر بادان بلاد اليمن ثم ابنه شهران بصنعاء يمني وابن أبي أمية المهاجر كندة والصدف فقبل أنسر لعمله قضى النبي بالموت كذا زياد بن لبيد حضرموت كذا أبا موسى زبيدا وعدا وزمع والساحل من أرض اليمن كذاك قد ولى معاذا الجند كذاك عتبا على خير بلد كذاك قد ولى أبا سفيان صخر بن حرب بعد ذا نجران كذا ابنه يزيد أي تيماء وابن سعيد خالدا صنعاء كذاك عمرا أخاه وادي القرى وحكما أخاهما على قرى عرينة كذاك أيضا أعطى أخاهما أبان منه الخطا كذلك ابن العاص عمرا بعمان كذا على الطائف ولا عثمان ابن أبي العاص كذاك ولي محمية الأخماس ثم ولي علي القضاء والأخماس بيمن فكان فيه رأس كذاك أمر ابن حاتم عدي في صدقات طيء وأسد وغيره من أمراء الصدقات تجمع من قبائل مفرقة وأمر الصديق في الحج لدى سنة 9 وعاليا في النداء ألا يحج بعد عام مشرك ويقرأ السورة خاب المشرك أما الأولى أمرهم في البعث فذكروا في كل بعث ذكر مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم مرض في العشر الأخير من صفر أقام في شكواه ذاك 12 أو 10 أو أقام 14 أو ف13 قد ذكر كذا ابن عبد البر في ربيع في يوم الاثنين لدى الجميع وفاته إما بثاني الشهر أو مستهل أو بثاني عشر وهو الذي أورده الجمهور لكن عليه نظر كبير لأن وقفة الوداع الجمعة فلا يصح كونها فيه مع وقيل بل في ثامن بالجزم وهو الذي صححه ابن حزم وكان ذاك عندما اشتد الضحى أو حين زاغ الشمس خلف صرح غسله علي والعباس وكثم والفضل ثم ناس وأسامة شكران ثم يصببان الماء وأوس حاضر المكان وقيل كان ينقل الماء له وإن عمه لم يشاهد غسله غسل من بئر غرسي ولم يجرد من قميص اللبس يدلكه بخرقة علي من تحته وهو له وليه بالماء والسدر 3 غسل وفي 3 ثيابا جعل وتلك بيض من سحول اليمن ولم يكن قميصه بالكفن وقد روى الحاكم أن قد كفن في 7 وبالشذوذ وهنا ثم أتى الرجال فوجا صلوا فرادى ومضوا خروجا ثم النساء بعدهم فالصبية وفي حديث وبها جهالة صلى عليه أولا جبريل ثم ميكال فإسرافيل ثم يليهم ملك الموت معه جنوده الملائكة المجتمعة وقيل ما صلوا عليه بل دعوا وانصرفوا وذا ضعيف ورووا عن مالك أن عدد الصلاة 92 من المرات وليس ذا متصل الإسناد عن مالك في كتب النقاد ودفنه في بقعة الوفاة بخبر الصديق بالإثبات ودخل القبر الأولى في الغسل وقيل لا أسامة وخولي زاد بن سعد أيضا ابن عوف مع عقيل أمين من خوفي وفرشت في قبره قطيفة وقيل أخرجت وهذا أثبت ولحدوا لحدا له ونصبت عليه 9 لبنات أطبقت وسطحوا مع رشهم بالماء واشترك الأنام في العزاء وذاك في ليلة
الأربعاء أو قبلها بليلة الليلاء، وقيل يوم الموت بالتعجيل، صححه الحاكم في الإكليل. وفسر الصديق للصديقة منامها أن سقطت في الحجرة حجرتها 3 أقمارها ها خير أقمارك حل الدار، صلى عليه ربنا وسلم وصاحبيه نعما وأنعما، هم الضجيعان من الأقمار قد جاورا في اللحد خير جار، ثم على عثمان مع علي وسائر الأصحاب والولي. تمت بحمد الله. ونقرأ من أولها مقدمتها. قال رحمه الله تعالى في أول ألفية العراقي: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: راجما إليه المهرب عبد الرحيم بن الحسين المذنب، أحمد ربي بأتم الحمد، وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه، وأرجو الله في نجح ما سئلته شفاها من نظم سيرة النبي الأمجد ألفية حاوية للمقصد. وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به، وإن إسناده لم يعتبر فإن يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستطر. وفي أول قصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس قال: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لا شان، يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان، وينتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن، والغمد غمدان. هذه 5 أبيات. ونقرأ الكلمات التي أرسلت. قال: كان له صاع لأجل الفطرة. نبدأ من أولها حتى لا نفوت حق المتقدمين. طيب. قال هنا: نعم. وبعد عام مع نصف نسريا به إلى السماء، حتى حظي من مكة الغراء إلى القدس، على ظهر البراق راكبا ثم على. ويذكرون جاهلية فما يزيد أن يشركهم تبسما، يمنع أن يمشي خلفه أحد، بل خلفه ملائك الله الأحد. من كان فوته طويل قرأنا منه بيتين فقط. طيب. قال هنا: كلمات لو عدها علامة نجمة انتهينا. لا تكرروا أنفاتكم. بعض الأخوة يرسل أكثر من مرة، لماذا؟ طيب. وطفلة وطفلة قلنا، وضحنا الوجه الآخر. خص النبي بوجوب عدة الوتر والسواك والأضحية كذا الضحى لو صح، والمصابرة على العدو وكذا المشاورة، والشافعي عن الوجوب صرف، حكاه عنه البيهقي في المعرفة. طيب. ويذكرون جاهلية فما يزيد أن هذه كررتها يا طالب علم، كررت 3 مرات أرسلت. أوحى له سبحانه ما أوحى، فلا تسأل عن مجرى تصريحه، وفرض الصلاة 50 على أمته حتى ل5 نزل. 7 وفد نجران. وجاء من نجران قوم أسلموا عدتهم 20 لما علموا بصدقه جاء أبو جاهل فسب وأقدع القول لهم بلا سبب، فعرضوا وقولهم سلام ليس لنا مع جاهل كلام. ولم يعد قط طعام. طالب علم هذا كررنا لك أكثر من فوت قرانا. يشرب قاعدا من قيامه لعارض كزمزم الحرام، وشربه من قربة معلقة دل به للرخصة المحققة. وفيه منع الحمر الأهلية ومتعة النساء ثم حلتي يوم حنين، ثم قد حرمها مؤبدا ليس لذلك انتهى. وسال أن يجعل بعض الأمر له فلم يعطى، قضى في الكفر. كذا شجاع الأسدي يلقى الحارث الغسان ملك البلقاء. طيب يا أخوة، الشيخ عنده مجلس آخر. كان له صاع لأجل فطرته. هذه قرئات الكلمات. طيب. لعلكم تضبطون أفواتكم لمجلس آخر. شكر الله لكم شيخنا الشيخ حسن. أتممنا عليكم ألفية العراقي، وقرأنا اليوم الرثاء الأندلس قصيدة أبي البقاء. نستجيزكم بها خاصة وبما لكم وعنكم عامة، والأزواج والذرية. نعم. أجيزكم القارئ والسامعين والحضور زيادة خاصة وعامة فيما قرأناه اليوم. وأجيز الأبناء والحفظ والإخوان ومن دون إن شاء الله تعالى على الصدق المعتبر. الله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن الله إليك. طبعا اليوم والمجلس الماضي. أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. نعم. اليوم وأمس. نعم. تفضلوا شيخنا، ما نؤخركم. أحسن الله إليكم. طيب. شكر الله لكم يا إخوة. من بقي له وفاة لم تقرأ، يعني رأيتم ضيق الوقت والشيخ عنده مجلس. تفضلوا يا شيخ حسن، لكم الخروج. فأقول يا أخوة ضاق الوقت عن بقية الوفاة،
فنعتذر لمن لم يتيسر فوته. والطباق تنزل في قناة ميراث إن شاء الله تعالى. غدا إن شاء الله يعلن عن كتاب آخر إن شاء الله تعالى مع الشيخ. شكر الله لكم، نستودعكم الله وجزاكم الله خيرا. شيخ سعيد أين أرسل لكم التسجيل؟ على تعليقات ميراث أو على رقمي مباشرة. حاضر. طيب، حفظكم الله. شيخ سعيد، حفظكم الله يا إخوة. نعم، معنا الشيخ المسند نبيل بن سابق السبكي، لو تستجيزون منه. شكر الله لك وللشيخ وللحاضرين جميعا. أنا والله ما أريد أن أحرج أحد ما رتبت معه قبل، ولكن إن شاء الله تعالى في مجالس قادمة نرتب مع المشايخ أحسن من المفاجآت. شكر الله لكم جميعا. نستودعكم الله يا أخوة. تفضلوا في رعاية الله لمن عنده مجلس. الشيخ صلاح لو تغلق التسجيل إذا كان عندك، أغلق التسجيل ثم سنغلق البث إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وربما يكون مجلسنا غدا في تحفة بن عاصم، سننظر مع الشيخ.